السلام عليكم. المباراة اللي كل الجماهير مستنينها، قمة جديدة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، لكن المرة دي عندنا حدث خاص جدا، وهو أول مواجهة رسمية بين محمد صلاح وعمر مرموش في البريمير ليج. لحظة تاريخية لكل عشاق الكرة المصرية والعربية، وكل الناس عايزة تشوف مين هيكون الأفضل في المواجهة دي. المباراة دي مش مجرد 90 دقيقة، لكنها فرصة لكل فريق إنه يثبت نفسه في سباق الدوري الإنجليزي، وأي تعثر ممكن يفرق في المنافسة على اللقب. السيتي وليفربول دايما بيقدموا مباريات ممتعة، لكن وجود مواجهة مصرية للمرة الأولى بيضيف إثارة أكبر وبيخلي المتابعة للقاء ده مختلف تماما. ندخل بقى على موعد المباراة هتكون يوم الأحد 23 فبراير 2025 الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، وبتوقيت السعودية الساعة 7:30 على استاد الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي. الجولة 26 في الدوري الإنجليزي الممتاز هتشهد واحدة من أقوى المواجهات، وكل فريق دخل المباراة وعينه على ال3 نقط. المباراة هتتذاع حصريا على شبكة بين سبورت، الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط. فلو عايز تتابع اللقاء لازم تتأكد إن عندك الاشتراك في القناة عشان تقدر تشوف المباريات بجودة عالية وبتعليق عربي مميز. ولو مش مشترك في القناة تقدر تسمعها على النت، مثلا على الفيس، على مواقع كتير، على جوجل مثلا يلا شوت وفي العرض. ولو عايز تتابع أحداثها من غير ما تشوف، على برنامج يلا شوت نزله دلوقتي. التوقعات بقى للمباراة، الكل مستني يشوف ازاي صلاح ومرموش هيقدموا نفسهم في اللقاء ده، وخصوصا ان المواجهة الأولى بينهم بتكون في مباراة قوية زي دي. السيتي بيدخل المباراة وعنده أفضلية الفوز في الذهاب 2-0، لكن ليفربول مش هيكون خصم سهل وهيسعى للصقر ورد الاحتوار. أما من ناحية التكتيك، كل فريق عنده أسلوبه اللي بيحاول يفرضه. مانشستر سيتي بيعتمد على الاستحواذ والضغط العالي، بينما ليفربول بيتميز بالسرعة والهجمات المرتدة. ولو شفنا تاريخ المواجهات الأخيرة هنلاقي إن الفريقين دايما بيتنافسوا على أعلى مستوى، والنتيجة دايما بتكون غير متوقعة. دلوقتي دوركم تتوقعوا من يحسم القمة. هل ليفربول هيقدر يعوض خسارة الذهاب، ولا السيتي هيكرر تفوقه؟ كمان هل هنشوف مواجهة قوية بين صلاح ومرموش، ولا حد فيهم هيكون بعيد عن الأضواء؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد عن المواعيد والمباريات المهمة. يلا سلام.